جمهوري العزيز، جمهوري اللذيذ، بعد كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ديكور بسيط خفيف مش مكلف خالص لرمضان. يمكن انا اخر الناس اللي هنزل زينة رمضان، بس نقول بسم الله توكلنا على الله، محدش يزعل مني على التأخير. تمام. رمضان مبارك وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة، وعلينا وعلى أولادنا وأهلنا. كل عام وانتم بخير، ويا رب يا رب يبقى رمضان بهجة، رمضان سعادة، رمضان كله حاجات حلوة ورزق وبركة وقرب من ربنا ورضا الوالدين، دولت أهم شيء. ومش هرغي معاكم كتير، تمام؟ بس لو انتوا اول مره تشوفوا الفيديو بتاعنا او قناتنا اللي بنقطع فيها كتير، بس ان شاء الله نرجع يعني. تمام. ادعوا لنا انتوا، بس اهم حاجه ان انتوا تدعوا لنا. تمام. وان اذا كانوا انتوا ما تعرفونيش فانا دينا نبيل ودي قناتي، واهلا وسهلا بيكم. وطبعا يعني يسعدني ويشرفني ويزيدني سعاده ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك الفيديو الجميل البسيط لبيتنا في الغربه بزينه بسيطه، مش مكلفه. مش لازم مثلا عشان نفرح وننبسط نجيب زينه جديده او زينه مكلفه. اللي موجود بيقضي، اللي موجود ايه بيقضي. اهم حاجه نبقى مبسوطين والحمد لله والشكر لله. وتعالوا يلا على الفيديو. بصوا زي ما انتوا عارفين كده احنا لسه جايين من السفر، ف يعني قبل رمضان كده باربع خمس ايام، فانا ما جبتش اي حاجه زينه لرمضان جديده. فالزينه اللي انتوا هتوريوها هتشوفوها دي على عينك يا تاجر، من السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت كمان. ويا جماعه ادام انتي مزنوقه مثلا، ما لقيتيش وقت، مزنوقه ماديا ان انتي تجيبي زينه، مش قادره، تعبانه، مفيش مشكله، طلعي اللي عندك ماشي وهيبقى حلو. انت كمان هتحسي بالتجديد والتغيير. ليه؟ لان انت بقالك سنه ما طلعتيهاش، فهتحسي ان هي جديده. فكل الزينه اللي انتوا هتشوفوها دي والله زينه السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت. على عينكم اهي، امبارح طلعناها من الشنطه من تحت السرير. تمام. وهبدا افرزها معاكم وايه ونعلقها باذن الله. اول حاجه اللي انا فاكراه ده كان الهلال بينور كده. الهلال، استنوا اما اعمل، احاول اعمل كده. استنوا عايزه اعمل زوم بحيث ان انتوا تشوفوا كويس. اول حاجه هنشوفها اللي هو ايه الهلال ده هو. تمام. الهلال والنجمه. تمام. هما دول هعلقها معاكم. كلمه، ومعايا كلمه رمضان كريم بس هي بتعكس فانا مش عارفه اجيبها. تقريبا كده ان دهيت كانت بتنور، او ده اللي كان بينور. ماشي اهو. والكسترات اهيت، يعني اتبقى كسترات من السنه اللي فاتت. انا هلبس ايه الخمار، انا كمني ايه قاعده في البيت فواخده راحتي، فهلبس الخمار عشان لو مثلا عكس اكون الحمد لله في امان وفي ستره. الكسترات البيضه دهيت برضو اللي هي بتاعت القهوه العربي مثلا، اللي هي القهوه العاديه اللي تحطوها تحت الكوبايات. اتبقى من السنه اللي فاتت شلتهم في الكيس دهوت عشان احافظ عليهم. وهقفلها بسرعه معاكم كده عشان احافظ ايه على الحاجه. تمام. تعالى ياما في الكيس يحاول. وده هي برضو تقريبا دي شمعة بتنور. استنى، انتوا هتشوفوا كل حاجة معايا. لو عايزة حجارة هجيب لها مكتوب عليها رمضان كريم، جميلة قوي. تقريبا انا كنت بحطها جوه لوحدها، كنت بحطها جوه اي فانوس عشان ينور. استنى اقفلها. تمام. وده مفرش اهوت 7، مفرش الخيامية ده نحطه مثلا على ترابيزة السفرة، نحطه على ترابيزة الانتريه اللي يجي معانا هيجي. ايه تاني؟ ودي نتيجة هنا مثلا بيتعلق واحد رمضان كده، دي نتيجة. انا بحب النتيجة دي قوي وبحب الديكور بتاعها. تمام. تعالي نحطك هنا. تمام. وده ايه؟ وده فانوس من ايكيا.
ايه رأيكم؟ وحوي يا وحوي اليوحة اهو شكله جميل. احطه هنا وهنا مفرش تاني بس اكبر، خليه برضو. في ايه تاني؟ دول كنت جايباهم من شي ان، بيتعلقوا كده، واحمد قام جايب اللي هو الفرع النور الخفيف ده، بنلفه كده بيعمل شكل. بصوا شكله، هفرده بقى. تمام، معاه نجمة، يعني هو الهلال والنجم. وده فانوس تاني، والكثير والكثير من الفوانيس. رمضان يعني فوانيس. ومفرش تاني، والكثير والكثير من المفارش الخيامية. تمام، وادي النجمة بتاعت شي ان برضو. استنى اظبطها. بصوا اهي، بصوا النجمة دي جميلة. تمام، وطبعا الستارة بتاعت الهلال والنجمة اهي، هنقعد بقى نفكها. تمام، وطبعا فانوس ايكيا الشهير الكبير ده، عايزه انضفه. اوكي، ودي الارقام اهي بتاعت النتيجه. كل الارقام اهي محطوطه جوه في الكيس، هطلعها بقى خلاص. والله في فانوس صغير عشان انا بقول لكم الكثير والكثير من الفوانيس. وادي فانوس صغير اهوت، اقعد جنب اخواتك هنا هوريكم زينة تانية، بس دي احنا كنا جايبينها من شي ان برضو ومعلقينها. تمام، من زمان قوي والله العظيم، كأنها جديدة بالظبط. بصوا اهيت، شكلها روعة. انا عاملاها تحت المكيف، بتنزل كده. بصوا شكلها تحفة ازاي. تمام، وفي برضو هنا ايه، ودي برضو علقناها امبارح. تمام، دي جميله قوي، كنت جايباها من رونق بتاعت السنه اللي فاتت، وبرده بتنور. احنا حطينا حواليها فرع كده نور صغير، بتنور نور جميل قوي. هوريها لكم بالليل، كل حاجه هتبان بالليل. وبرده المكتبه بتاعت التي في هنعلق فيها شويه حاجات. تمام، الجزء ده امبارح احمد قام جه وعمل لنا، هو بصراحه فكرته طلعت تحفه. انا كنتش فكرت فيها خالص. انا دايما كنت بعلق فرع النور ده هنا كده كده بالطريقه دي. تمام، هو امبارح عمل الفكره ديت ان هو علقها. بصوا بالطول ازاي، جايبها بالطول ازاي. انا لسه بقى ايه، كل ده هشيل الحاجات دي كلها لانها مش متنظمه. هي احمد قبل ما نيجي الحمد لله كان احمد منظف المكتبه، ومي كمان نظفتها، فخلاص مش هيستاهل ان انا ارجع انضفها تاني. تمام، بصوا حرف الدين، دينا منوره ازاي. معلش شويه غرور لا يمنع شويه غرور. وبصوا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، جميله جميله. حاطينها بصوا تحت الايه، تحت التي في على طول، بحيث ان كل اللي قاعد يشوفها ويذكر ربنا. مفيش احسن من ايه، ذكر الله. ادينا مستنيين ان شاء الله ان هما دلوقتي بيتحروا شهر رمضان هيبقى بكره الاربعاء ولا هيبقى يوم الخميس. ربنا يسهل. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه بخير واليمن والبركات. ومسوس فمن فضل الله سبحانه مين وتعالى على المسلم مسوس أن اول رمضان يبتليه لين حتى يدرك هذا معانا الشهر. على خير يا رب. هذه بحد ذاته. النهارده خلاص التلات، يعني بكره الاربعاء. انا عارفه ان انا اخر الناس كلها اللي بتنزل زينه رمضان، بس مش مشكله، هصمد برضو وهفضل انزل باذن الله. اول حاجه قلت خلاص التراويح بدات عندنا في قطر، لو تسمعوا صوت القران الكريم. صوت المقرئ هنا صوته جميل قوي، فقلت اعلق الزينه اللي هقدر عليها، فقمت معلقه الهلال والنجمه دي
بصوا جميله ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا جايباها من شي ان. انا بتكلم بصوت واطي عشان ناسها نايمه، فانا خايفه تصحى قوي. جايباها من شي ان يمكن من 3 سنين، ودايما اقوم شايلاها وتبقى زي الفل. بصوا انا عايزه بقى ان شاء الله ربنا يقوينا النهارده ونلاقي هننزل. بصوا ده فرع كهرباء، تتخيلوا الصغير قوي ده. هولعه لكم شوفوا. بس الغلطه اللي احنا عملناها المفروض من السنه للسنه المفروض نشيل الايه، هي اسمها ايه دهيت، الحجاره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكله، بصوا شكله بيبقى جميل ازاي. استنوا ما انزل لكم يا رب ما اقعش من على الركنه. بصوا شكله بيبقى جميل بقى. انا بقى عايزه اجيب نفس الفرع ده هنا. انا بلاقي الفرع ده اوكي، بس بلاقيه بقى ايه اللي هو اخضر واصفر واحمر اللي هوريه لكم دلوقتي. انا عايزه الاقيه اصفر بس نفس اللون. بصوا شكله جميل ازاي. دي اول حاجه علقتها. دي تاني حاجه علقناها. انا بقى عايزه اوريكم ان دهيت برضو عليها اللي هو العود النور ده. تمام. بصوا جميله ازاي، بس بيدي اصفر واخضر واحمر. ما بحبش انا الالوان دي بصراحه، انا بحب اللون الموحد. بصوا اهو، مش عايزه اقرب قوي عشان ايه تحتي المرايه فهتبيني. تمام. فانا عايزه ان شاء الله النهارده يا رب الاقي زيها كده بس لون اصفر بس. ايه رايكم؟ وفيها كلمه هوم. مش عارفه هحط سيب الكلمه دي ولا ايه، هحطها زي ما هي. ده اول رف من رفوف المكتبه بتاعت التي في. هنشوف هنحط فيها ايه. انا قلت لكم ميه كانت منضفاها. هبدا اشيلها، اشيل الحاجه دهيت. اشيلهم ده هم عشان ايه، والله ده برضو فانوس. تمام. اشيلهم كده ايه، وهنشوف هنحط فيها ايه. ايه رايكم؟ حطيت فيها النتيجه، وبما ان رمضان بكره فنحط رقم 1 اول يوم من ايام شهر رمضان الفضيل. نعاد علينا عليكم بالخير واليمن والبركات. مش عارفه احط جنبها فانوس صغير ولا انتوا ايه رايكم. هشوف كده واوريكم. ميه مكان ما كانت بتنضف. حاطه البليتش بتاع الاساس فوق، وحاطه شكرا على نوع التنظيف بصراحه، شكرا. بصوا الصف التاني ده هخليه زي ما هو كده، واحط معاه دهوت. بس للاسف الفانوس دهوت عايز لمبه. اوكي بصوا الاتنين قصاد بعض عاملين ازاي. عايزين ننضف الباب دهوت. طبعا انتوا عارفين الرجاله ما بينضفوش ولا بيعملوا اي حاجه، فعايزه انضف الباب دهوت. تمام. الجزء التالت ممكن اسيبها على كده الريشه. هحط الفانوس الكبير ده جنب ايه، جنب المرايه، بس للاسف عمال يطفي. مش مشكله، احطه كده. لا هو مش محتاج اعمل حجاره يا ماما. بصوا شكله، بس انا مش عايزه اقرب قوي عشان المرايه هتعجزني. وهي هتحاول تفتح لنا النور بتاع الفانوس. ما شاء الله. هي ماما بس لمسته بس. هو معلق. حاولي تحطيه كده يا ماما. وخلاص ظبطته ان شاء الله. ايه بصوا ما شاء الله، ما شاء الله، ان شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال. الكورنر ده تحفه تحفه ما شاء الله. مش عايزه اقرب قوي عشان خاطر ايه، خطير ما شاء الله. اللهم بارك. اجواء تحفه تحفه. ندخل بقى على ترابيزه الركنه. اول حاجه انا ما عنديش ديكور كتير بس الحمد لله حلوه قوي. اول حاجه هحط فيه كلمه رمضان كريم كده. تمام. اوكي. وهنورها عشان ايه اللي داخل مثلا من الشقه. بصوا لما نورت كلمه رمضان كريم بقت تحفه خطيره. هشوف هحط جنبها حاجه ولا هعمل ايه. رمضان يعني البخور، يعني لازم مبخره كده تبقى جميله كده. المبخره شكلها بيرفكت، بس كفايه عليها قوي كده ان الهوبا ما تجيش وغيرها. بس هي كده اوكي
حلوه قوي. سيبكم اللي تحت ده، اللي تحت دهيت اشياء هنوديها فين بس. انا اخترت بقى في الاخر خالص احط الفانوس الابيض ده. تمام، ايه رايكم؟ اعدل الكتاب دوت، مش عارفه هم عاملينه ازاي كده، واعدل كلمه هوم، ملخبطين الدنيا. هعدلها. هم بيروقوا وكانهم ما بيروقوش، لا بيروقوا وبيبهدلوا في نفس الوقت. دي سفرتنا المتواضعه، هي سفره صغيره فهنبدا نزينها. حطيت مفرش الخياميه ده، واحط دهيت برضو كنا جايبينها ايكيا. هو فانوس، ممكن تحطيه على الارض، ممكن تحطيه على السفره اللي يريحك. وهو بيتحط فيه الشمعه اللي هي الكبيره قوي دي. لو عندك اللي هي الشمعه اللي هي بالكهرباء، اللي هي مش بالكهرباء، اللي هي بالحجاره، تبقى احلى واحلى كمان. فهولعها الثلاث شمعات دوت، هما ليهم 3 هولعهم. بصوا لذيذه جدا. هشوف هحط جنبها ايه برضه. طبيعي لازم تيشو، لا نجيب تيشو، ما اقدرش اي مكان ابقى موجوده فيه لازم احط فيه مناديل جنبي، ما بقدرش استغنى عنها. معلش اتعودوا بقى الخلفيه تبقى صوت عياط ماسة حبيبه قلبي. بصوا ايه رايكم؟ وادي ترابيزه السفره بتاعتنا اتزينت لاستقبال رمضان. طبعا زي ما انتم عارفين احمد ومحمد راحوا صلوا صلاه التراويح، تمام. وهنا العاده ما شاء الله اللهم بارك ان هم بيحطوا ميه وبيحطوا تمر. فايه المفاجاه بقى؟ بصوا المفاجاه، بصوا بتقول لكم ان هي عامله لكم مفاجاه. بصوا المفاجاه، لقينا اسمها الماس. اسم ازازه الميه اللي بيدوها اسمها الماس على ماسه. عماله تبص لي وتضحك. جميله يا مامي يا روحي، قولوا كل عام وانتم بخير يا روحي يا روحي. خلاص هي بتسمع يا روحي يا روحي. ربنا يجعل ايامنا كلها الجايه يا رب الماسي وياقوت ورضا من الرحمن. اهم شيء من كل شيء هو رضا الرحمن. بس عجبتني قوي الماس. انا هخليها بقى لما ماسة تبدأ تشرب مية هي اللي هتشربها، مش هخلي اي حد يشربها غير ماسة.